بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جولة جديدة من اسكندرية حبايبي ومتابعين الغاليين، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ما نزلتش فيديوهات امبارح، بجد بجد والله العظيم بتوحشوني. لما في يوم بيعدي ما بنزلش فيه فيديوهات بحس ان في حاجة كبيرة قوي انا ما عملتهاش، في حاجة كبيرة قوي ناقصاني ما عملتهاش، بس بيبقى غصب عني بجد يا جماعة. الضغوط بقى بتاعت الحياة والمدارس بقى، وانتوا كلكم عارفين يعني، وخصوصا الامهات. الضغوط اللي احنا فيها الصبح، صحيان من الساعة 6 الصبح، مدارس. الله يقوينا، الله، احنا بجد كستات تعبانين جدا وشقيانين. ادعوا لنا بقى كده ربنا يقوينا بقى الرجاله بقى، ما تقعدوش كده تبقى تقولوا ايه، تقولوا انتوا بتعملوا ايه، انتوا ما بتعملوش حاجه. لا احنا بنعمل وبنعمل حاجات كتير جدا. المهم، جولتنا النهارده في شارع من اقدم شوارع اسكندريه واشهر شوارع اسكندريه، شارع النبي دانيال. هنشوف الشارع بعد التطوير بقى شكله عامل ازاي. بدأنا لكم الشارع من محطه مصر، وهننهوا جولتنا ان شاء الله في محطه الرمله على البحر. خدنا لكم الشارع حته حته، ما سيبنا لكمش حته في الشارع غير وانتم شايفينها. بس بقى اتمنى من الله ثم حضراتكم انكم تدعموا الفيديو يا جماعه باللايك، وتشتركوا في القناه لو كنتوا بتشوفوني ومش مشتركين. ويا ريت كمان تشتركوا وتنضموا كده للقناه التانية اللي هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. اشتراككم وانضمامكم لقنواتي على راسي ويشرفني جدا جدا. يلا بينا نشوفوا جولتنا في الشارع. الفيديو يا جماعة بتاريخ 27/2/2024، عشان خاطر تكونوا بس عارفين موعد الميعاد الفيديو ده كان امتى بالظبط وتاريخه، عشان خاطر اللي بيتفرج عليا بعد شهر، بعد 2، بعد السنة، يكون عارف بالظبط التصوير كان يوم ايه. الشارع طبعا كان قبل كده طبعا شارع قديم. انا زي ما قلت لكم ان هو شارع قديم قوي في اسكندريه، معروف جدا، مشهور قوي على مستوى اسكندريه بصفه عامه، ومحطه الرمل بصفه خاصه مشهور قوي بشارع الكتب. فيه كتب مستعمله وكتب جديده، والشارع يعني ليه يعني قصه كبيره قوي يعني، فانتوا ممكن تبحثوا عنها وتعرفوا قصته بالظبط ايه. المهم يا جماعة، الشارع ده طبعا هو من فترة كانوا جايبين عليها وطيها في الشارع، كانوا مخلعين محفرين كده، يعني ما كانش حد بيمشي فيه خالص، لان كان مخلعين البلاط ومحفرين، وكان شغل جامد جدا. آه، طبعا بعد التحفير بقى ده منظر الشارع. هم طبعا عاوزين يطوروه ويرمموه، يعني في الفيديو كده هم مخلصين بنسبة 70% من أعمال الترميم والتطوير اللي هم عايزين يعملوها. اكيد في منكم طبعا بيقول طب الكتب ودوها فين؟ فين الناس اللي كانت قاعده بالكتب؟ ده احنا كنا بنروح نشتري المستعمل وبنشتري الجديد. لا ما تقلقوش، الكتب موجوده. هم هيعملوا محلات في اول الشارع، هتلم كل الناس اللي كانت قاعده بكتب ويحطوهم في المحلات ديت يا جماعه. يعني الكتب هي موجوده زي ما هي، مش هيروحوا كده ولا كده، بس هم دلوقتي مش متواجدين علشان خاطر هو زي ما قلت لكم بيعملوا ترميم وتطوير في الشارع. طب الخطة ايه بتاعت الترميم والتطوير ده؟ الخطة يا جماعة ان هم يعني طبعا المباني دي مباني قديمة طبعا من ايام اسكندرية بقى القديمة وكده، هيحتفظوا بمنظر المباني ديت، هيلونوها، هيخلوا اللون موحد كله في الشارع كله. اللون موحد كله، هيبقى الشارع كله بلون واحد كأنه كده، يعني يهيئوا الشارع كده كأنه ممشى سياحي، يعني الناس تبقى ماشية كده مبسوطة من الشارع ومن منظر الشارع. وهيعملوا طبعا إنارة بقى، إنارة بشكل زخرفي كده على المبنى القديم بالأخص، يعني عشان يبينوا جمال المبنى. يعني هم هنا ملونين طبعا، هم مظبطين الدنيا، والشارع شكله جميل قوي الصراحة، يعني تحسوا كده مبهج كده ومنور كده. تمام. طبعا هو الرملة اللي في الأرض دي هم حاطينها على الانترلوك، لأن ده النظام ده من أساس تركيب الانترلوك. بعد ما بيتركب بيكبسوه بالرملة، بيحطوا الرملة وبيكبسوا بيه الانترلوك. أيوة أنا فاهمة يا جماعة، أنا واحدة مهندسة وفاهمة في الكلام ده كويس قوي. المهم يا جماعة، فالرملة دي مش إن هي يعني حاجة وحشة الشارع متوسخ، لأ هو ده شغلهم يعني. شايفين المبنى بقى شكله حلو قوي، الشارع كله بقى شكله تحفة والله، نور نور يعني، الشارع شكله منور كده عن قبل كده. يا ريتني كنت صورته لكم ايام ما كان متكسر، بس للاسف الظروف ما كانتش سامحه يوميها ان انا اصوره وهو متكسر وكده، فانا صورته لكم دلوقتي. وان شاء الله يعني ان شاء الله بعد ما يخلصوا شغل فيه خالص، ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني فيه. حتى لسه شايفين الانترلوك لسه على شمالنا لو حد اخد باله،
لان هما لسه ما خلصوش الشغل. طبعا الشارع ده يا جماعه زي ما قلت لكم بيبتدي من محطه مصر لمحطه الرمل او العكس. هو طوله قد ايه؟ طول الشارع ده 750 متر على ما اعتقد. 750 متر طول الشارع هنا. شايفين حتى بيطوروا في المباني زي ما قلت لكم. ده كان منظر المباني زمان يا جماعة، غير دلوقتي بقى، ونظام الأبراج والعماير دلوقتي طبعا نظام مختلف. كانوا زمان بيبقى هي دي البناية بتاعت اسكندرية زمان، فهم عاوزين بقى يحتفظوا بالمنظر ده، مش يهدوا بقى ويعملوا، لأ هم عايزين يحتفظوا، بيلونوا فيها ويظبطوا فيها كده علشان خاطر يفضلوا محتفظين باسكندرية بقى القديمة بقى. لو وصلتوا لغاية هنا من الفيديو اتمنى دعم الفيديو باللايك، ويا ريت تكتبوا لنا رايكم كده في التعليقات، واذكروا الله في التعليقات، صلوا على النبي في التعليقات، اي تفاعل كده يا جماعة في التعليقات علشان خاطر كده ربنا يسهل القناة اللي هي نايمة على نفسها ديت تنشط شوية. يعني القناة مش هتنشط بجد غير بيكم انتم. زي ما قلت لكم، او مش فاكرة قلت ولا ما قلتش، ان شارع النبي دانيال بيتقاطع مع شارع فؤاد. يعني الشارع ده شارع فؤاد. تمام. هنفضل بقى ماشيين بيكو كده لغاية لما نوصلوا فين بقى؟ لغاية لما نوصلوا محطة الرمل بقى. هو شارع طبعا قديم وطويل بقى، كبير هو الشارع. فضلوا ماشيين كده بقى، بيبدأ من محطة مصر لمحطة الرمل. طبعا في بداية الفيديو كنا مصورين محطة مصر. طبعا محطة مصر كانت صعبة جدا قبل كده، بس هما السنة اللي فاتت طوروها وعملوا ونظموها، عملوا موقف للمشاريع، ولموا الناس البياعين كلهم اللي كانوا منتشرين في المحطة وحطوهم في السوق اللي هم عملوه. انا نزلت فيديوهات عن محطة مصر قبل كده، لو حابين تعرفوا التفاصيل كويس اكتبوا في علامة البحث محطة مصر في لوجات رودي علشان يطلع لكم الفيديو اللي انا مصوراه. تمام. فزي ما قلت لكم لموا البياعين اللي عايزين يأجروا داخل السوق، لكن في بياعين ما قدرتش على سعر الإيجار جوه، فللأسف دول ما دخلوش ضمن السوق اللي هم عاملينه وكده. السوق ده يعني زي مول كده عاملينه ولمين فيه البياعين بقى وثلاث ادوار وسلم بالكهرباء وشغل يعني عالي، بس سوق من جوه بقى، مش زي يعني ما تدخلوش تفتكروا انتوا داخلين كارفور ولا حاجه، لا هو برضو محلات كده وسوق وناس بتبيع بقى خضار وكده يعني، ولحمه وسمك والكلام ده. والدور التاني كان فيه ملابس وفيه تليفونات وكده. انا حاسه ان انا اتكلمت كتير في الفيديو ده، بس غصب عني لازم اوضح كل حاجه. انتوا لو تاخدوا بالكم انا الكلام كله في محتوى الفيديو، لا بطلع لا كده ولا بروح كده عشان ما حدش يقول انت بتتكلمي ياما ليه. انا ما بتكلمش ياما يا جماعه، انا بتكلم في محتوى الفيديو. حطوا لنا اللايك بقى لو وصلتوا لغايه الدقيقه السابعة. مين البطل اللي وصل للدقيقه السابعة؟ التمانية اللي وصلتوا لغايه هنا حطوا اللايك واشتركوا في القناه، لان في نسبه بتتفرج عليا مش مشتركه. كل الحاجات دي والاحصائيات دي واضحه قدامنا في القناه، ان في نسبه من الناس بتتفرج عليا ومش مشتركين. مش مشتركين ليه؟ ما انتوا بتتفرجوا اهو، ده معناه ان عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى. اشتركوا بقى، اشتراككم بيفرحني يا جماعه بجد وبيسعدني والله. اهلا وسهلا بكل متابعيني وحبايبي القدام، واهلا وسهلا بالناس الجديده، واهلا وسهلا بالناس اللي لسه هتشترك. اهلا وسهلا بيكم جميعا. كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبه ان خلاص رمضان داخل علينا. عايزه اقول لكم الشارع ده ليه اتسمى بشارع النبي دانيال يا جماعه؟ لان في مسجد في اول الشارع من ناحيه محطه مصر اسمه مسجد الشيخ محمد دانيال، والشيخ محمد دانيال ده مدفون تحت المسجد، مدفون تحت منه، فهم سموا الشارع على اسمه. ده اخر معلوماتي عن هم ليه الشارع ده مسمي بالاسم ده يعني. الشارع طبعا زي ما انتوا شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله، يعني هو مش كتب وبس، فيه هنا احنا هنا بقى يا جماعه دخلنا اصلا محطه الرمل. احنا هنا بقى وصلنا لمحطه الرمل. تمام. وهنطلع بقى بيكم لغايه البحر بقى.
طبعا زي ما احنا شايفين طبعا في سيل بقى، وسيل 70%، لان طبعا خلاص الشتاء بيودع بقى وداخلين على الصيف. واللبس الصيفي المفروض الناس بس اللي مهتمية بموضوع اللبس وكده، اللبس الصيفي بينزلوه في محطة الرمل وفي كل المحلات في اسكندرية من اول شهر 3. يعني هم من اول شهر 3 بيعتبروا نفسهم خلاص ان هم دخلوا في الصيفي، بيشيلوا الشتوي وبيحطوا الصيفي. في اليومين دول سيل جامد بقى، الناس اللي بتحب تشتري لبسها في الوقت ده يعني. عايزه اقول لكم، عايزه سوري بس يعني على الصوبع اللي طالعه قدام الكاميرا ده. عايزه بس اقول لكم ان الاجواء ايه في اسكندريه النهارده. هو الجو شتا النهارده، الساعه 11 شتا خفيف خالص خالص خالص، وبعد ما يكملش نص ساعه لقينا الشمس طالعه وزي الفل. الاجواء في اسكندريه الاسبوع ده زي الفل، بسم الله ما شاء الله. كل يوم الشمس كده ضاربة في البلكونة كده، وحاجة كده عسل عسل يعني. فهي ان شاء الله يعني الواضح ان ما عادش فيه شتاء تاني يا جماعة، خلاص يعني. الجو هيبدأ بقى يدفي ويدخل علينا الصيف، ونقعدوا بقى نسيحوا ونعيطوا بقى وامتى الشتاء يجي، احنا تسحنا احنا خلاص. بصراحة انا بالنسبة لي الشتاء احلى بكتير من الصيف. الصيف السنة اللي فاتت كان صيف صعب جدا جدا جدا. الشتاء ساقعة، بس مش بصعوبة الصيف صراحة يعني. يعني احنا بنتعذبه في الصيف اكتر ما بنتعذبه في الشتاء. ده رأيي انا في موضوع الصيف والشتاء. في ناس تحب الصيف مهما يكون حر، تقول مهما يكون حر الصيف اهون بالنسبة لنا. الشتاء ملهوش حل، متقلين وقاعدين تحت البطاطين وسقعانين. في ناس تقول كده. لكن الصيف بندخل ناخده شاور، مشغلين التكييفات وبيعدي اليوم وخلاص. لكن انا بالنسبه لي لا، انا بالنسبه لي الصيف ده حاجه صعبه جدا يعني. انا الشتاء بالنسبه لي احسن. واللي احسن بقى فصل الربيع الصراحه، له صيف وله شتاء، جو مشمس دافي، حاجه زي الفل. الفيديو بتاعنا خلص، جولتنا خلصت، احنا خلاص كده وصلنا هوت لميدان سعد زغلول، اللي هو شوط الاشجار اللي على يميننا اللي هم قدامكم دول، والبحر في وشنا. يا رب تكون جولتنا عجبتكم النهارده. شارع النبي دانيال بعد التطوير، تطوير 70% منه، وان شاء الله نوفيكم بكل جديد عن شارع النبي دانيال. انتظرونا في فيديو جديد. اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.